إذا من أهم المواضيع اللي رجعت عليها الصحافة المغربية الكشف على أرقام ميزانية القصر الملكي، أرقام خيالية ربما بالنسبة للبعض. 2.6 مليار درهم اللي يعطينا تقريبا 234 مليون أورو، اللي يعطي بالتونسي 475 مليون دينار تونسي والا مليار تونسي. بالمقارنه بعدد من البلدان اللي فيها انظمه ملكيه، في اسبانيا 25 مليون اورو، في بريطانيا 38 مليون اورو. البلد الوحيد اللي يتفوق على المغرب ولكنه ماهوش ملكية هو الولايات المتحدة الأمريكية. ميزانية الدار البيضاء والرئاسة الأمريكية هي 260 مليون دينار إذا كان يحسبوها أو 260 مليون أورو. يعني أرقام كمان هذه وقت الحديث متواصل في المغرب الكبير إجمالا في أوروبا وفي العالم على أزمة اقتصادية. هل فيها مشكل أخلاقي ربما ناجي الخشناوي؟ قبل المشكل الأخلاقي هناك يعني قراءة السياسية اللي لازم الناس تعرفها، أنه الأنظمة المستبدة بطبيعتها الثروة يتم يعني الاستيلاء عليها من قبل النظام الحاكم. المغرب ملكية، نظام يختلف على باقي الأنظمة العربية الكل، ولكن مركزة الثروة أيضا كانت بيد الملك. أنا نذكر أنه في أحد زياراتي للمغرب يعني من مدينة بوزنيق تقريبا إلى قريب باش ندخلوا الرباط، يعني سلسلة كاملة من القصور الملكية، ولكن محمد السادس لما جاء بعد خلف والده محمد الخامس منحها للشعب. الثروة الملكية ثروة طائلة، والمخزن كيف ما يسميه الأخوة المغاربة أو يعني القصر مستأثر يعني بنسبة كبيرة برشا برشا. السؤال هو في شنو تتصرف الأموال هذه؟ يعني في شنو تتصرف؟ إذا تقول لي أنت إنه أكبر ميزانية البيت الأبيض، طبيعي إنه تكون عندها أكبر ميزانية باعتبار إنها تصرف فيها تحت تقريبا يعني على الأسلحة العسكرية وعلى التطوير وعلى البحث العلمي وعلى يعني الكثير من العائدات اللي ترجع الولايات المتحدة الأمريكية. في المغرب نسبة الفقر متدنية جدا، في المغرب يعني البنية الأساسية يعني مهترئة، في المغرب يعني المشاكل يعني كبيرة جدا، يعني كبيرة جدا يعني، في حين انه الثروة الكل في تخان دو في كبير ياسر. بالنسبة لي كمال ازاي تعقيب في نفس الموضوع؟ نعم، لما نقارنه انت قلت في التقديم انه مقارنة باسبانيا بريطانيا واسبانيا ملكية ديمقراطية، يعني الملك يملك ولا يحكم. في المغرب يملك ويحكم ويأخذ، مش نفس الشيء. فالمقارنه حتى لما نقارن بالولايات المتحده، شوف المداخيل تاع الولايات المتحده سنويا وشوف المداخيل تاع المغرب سنويا، تلقى النسبه انه لصالح المغرب يعني بمستوى كبير. فنفس الكلام اللي قالوا ناجي انه الانظمه المستبده الملك يملك ويأخذ ويحكم وكل شيء له يعني، والذي يتبقى الفتات الذي يتبقى يذهب الى الشعب. فمليح انه الاخوه في المغرب والزملاء الصحفيين في المغرب فتحوا نقاش، لانه المغرب واقع في منطقة ما يستطيعش يبقى بمنأى عن التطورات اللي حاصلة في المنطقة العربية بشكل عام. فهذا نشوفها من نتائج الربيع العربي. هو سؤال تطرح في أكثر من مرة كمال زيت، وتعرضت له حتى الصحافة المغربية أكثر من مرة وفي أكثر من صفحة أولى لمجلة مغربية أو لجريدة مغربية، ولكن زاد البعض يقول لك هذا هو النمط ربما الذي يريد حتى بعض المغاربة أن يظهر عليه ملك البلاد، يعني أن يظهر، لأنه ملك البلاد هو صورة للمغرب في نهاية المطاف، هو ملك البلاد، هو يعبر ربما عن الشعب المغربي، وبالتالي وشنو فما إذا كان الشعب يعيش بنفس مستوى البذخ، يعني إذا كان يعبر. هو في حتى بلاد ما فما الشعب يعيش في مستوى ملك البلاد، يعني مش ممكن. الصورة ما أعتقدش أن الصورة تكون هذه، يعني الصورة تكون صورة أخرى. فالمغرب ربما أنه هذا البداية حديث عن ملكية ديمقراطية، يعني إذا بدأوا يفكروا بهالطريقة فيجي وقت ربما الملك يأخذ حجم ومبالغ مالية أقل بالنظر للتطورات اللي ربما تصرف في المغرب.